بسم الله. حبايبي، في مثل شعبي بيقول لما راح المقبرة بقى حتة سكرة. سمعتوه قبل كده؟ لما راح المقبرة بقى حتة سكرة. فعلا بيحصل والله. ناس تبقى عايشة معانا كويسة وبنحبهم وما بنشوفش منهم الا كل خير، وما نكبرش خاطرهم بكلمة، ما نفرحهمش، ما نقولوش يا فلان انت كويس، انت حقاني، انت ما بترضاش بالظلم، انت عمرك ما اذيتني، انت عمرك ما ضرتني. ما بنشكرش بعض، ما بندعيش لبعض، ما بنطمنش على بعض، ما نجاملش بعض بكلمة حلوة، ما نطيبش خاطر بعض. لكن اول لما حد يموت، ده عمري ما شفت منه حاجة وحشة، ده عمره ما اذاني، ده كان على طول بيسأل عليا. طب ما قلتلوش ليه هو عايش؟ ما فرحتيهوش ليه؟ ما جبرتيش خاطره بكلمة حلوة ليه؟ لازم لما يروح المقبرة يبقى حتة سكرة؟ طب ما يبقى كويس وحسسه ان هو انسان كويس وهو عايش معانا، ونطيب خاطره بكلمة حلوة ونفرحه. الدنيا قصيرة، احنا مش عارفين بيني وبين اخواتي هتكون اخر مكالمة امتى، مش عارفين بيننا وبين احبابنا، بين امي او ابويا هتكون اخر مكالمة امتى. الموت ما بيستأذنش، الموت ما بيديش انذار اول وانذار تاني، الموت بيجي على طول، الموت بيجي فجأة. لازم تكون علاقتنا حلوة ببعض، لازم نطيب خاطر بعض، الكلمة الطيبة صدقة. لازم نضحك في وش بعض، لازم لما حد يعمل لي حاجة حلوة اشكره وادعي له واقول له انت خدمتني بصراحة في الحاجة الفلانية، كتر الف خيرك، بصراحة انت علمتني كذا، كتر الف خيرك، ربنا يبارك لك في صحتك وفي اولادك. طيبوا خاطر بعض، فرحوا بعض، ادعوا لبعض، هادوا بعض ولو بأقل القليل. الدنيا مش مستحقة السيرة الحلوة اللي بتقعد ومش عارفين آخر مقابلة هتكون امتى، ولا آخر مكالمة هتكون امتى. لازم نكون دعم لبعض وعون لبعض، ما نأذيش بعض، ما نضايقش بعض، ما نسيبش أثر سيء، ما كسرش خاطر حد. جبر الخواطر دي حاجة كبيرة قوي عند ربنا. اجبروا خاطر بعض. مش شرط قرايبكم، طول ما انتوا ماشيين في الشغل، في الشارع، في المواصلات، في السوق، ليه ما نكونش الانسان دايما لسانه حلو؟ اشتريت من حد، ربنا يوسع رزقك، ربنا يبارك يومك، ربنا يبارك لك، شكرا كتر خيرك. اي حد يعمل لي حاجه شكرا كتر خيرك. بياع، ربنا يوسع رزقك، يومك زي الفل ان شاء الله، يومك كله بركه. اللي يعمل لك حاجه ادعي له، ادعي للناس، خلي لساننا حلو، الدعاء ده هيبقى مستجاب ان شاء الله. ما نضايقش بعض، ما نجرحش بعض، نبتسم في وش بعض. الدنيا مش مستحقه، يعني هنبقى كمان نضايق بعض ونأذي بعض ونسبب اذى نفسي؟ مش مستحقه والله. اجبروا بخاطر بعض، فرحوا بعض، قولوا كلام حلو لبعض. مش نستنى لما يموت فلان وبعدين نروح نقول يا عيني ده كان وكان وكان. طب ما خلاص مات. هنقول بقى لما راح المقبرة بقى حتة سكرة؟